بالليل والهدوء مغطي السماء، فجأة الدنيا اتغيرت. خبر نزل زي الصاعقة. وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزس جمع كل الجنرالات والأدميرالات بتوع الجيش الأمريكي في قاعدة سرية في فيرجينيا. يا جماعة، بنتكلم في أكتر من 800 جنرال و40 أدميرال ب4 نجوم. مش اجتماع عادي ولا حتى طارئ، ده اجتماع ملوش سابقة في تاريخ أمريكا. الواشنطن بوست سربت القصة وقالت إن الجيش الأمريكي نفسه في حالة ذعر. ليه؟ لأن دي مش أول مرة يحشدوا القيادات، ده حصل مرتين بس، قبل الحرب العالمية الأولى وقبل الحرب العالمية الثانية، والمرة دي شكلها أكبر من أي حاجة فاتت. طب ليه يجمع كل القادة في مكان واحد؟ مخاطرة مرعبة. تخيل لو أي هجوم حصل، الجيش الأمريكي كله يبقى من غير رأس، يبقى فيه سبب تاني، حاجة ضخمة بتحصل وبيت هيجزس بيجهز لها. المشهد مش معزول. تعالوا نبص حوالينا. الصين بتشد في سباق السيطرة على التكنولوجيا والذكاء الصناعي. المحيط الهادي كله مولع، والأساطيل واقفة مستنية مين هيطلق أول رصاصة. روسيا عاملة دوشة في أوروبا، شغالة بحرب ظل وضربات على البنية التحتية، ومعتمدة دلوقتي على طوفان من الدرونات. في تقارير بتقول إنها ممكن توصل لإنتاج عشرات الآلاف في الشهر، أرقام تخلي أي دفاع ينهار. والشرق الأوسط هنا اللعب على النفط والغاز. أمريكا عايزة تقطع شريان روسيا النفطي، والمنقذ الوحيد هو الخليج. السلام اللي بيحاولوا يخلصوا بيه ملف غزة بسرعة مش عشان عيون حد، لكن عشان صفقات النفط. وفي الخلفية فنزويلا قاعدة محتفظة ببحر نفط، وأمريكا حطاه تحت عينها كاحتياطي للحظة الصفر. الرسالة واضحة، الاجتماع ده مش عشان يغيروا قائد ولا يرسموا استراتيجية على الورق، دي لحظة إعلان دخول مرحلة جديدة من الصراع العالمي، مرحلة تكسير العظم وقطع النفط الروسي وربط العالم كله في مواجهة مفتوحة.